السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالكم يا أحلى مشتركين؟ وكيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله تكونوا بصحة تمام إن شاء الله. ولا تنسونا باللايك وبالاشتراك وتدعموا قناتنا إن شاء الله عشان تكبر فيكم وننبسط فيها إن شاء الله إحنا وياكم. زي ما انتم شايفين روتين اليوم إن شاء الله تنظيف للخيمة. زي ما تقول كل يوم التنظيف، كل يوم يا جماعة التنظيف، كل يوم التنظيف. صحينا الأولاد من النوم يعني ونظفتها. لما بتحمل خيمة لحالهم بقوموا إيش من النوم، لا بس النوم براحتهم. لما يصحوا من النوم خلص بقوم أضبضبها يعني كنت ضابة، أنا يعني ما حبيتش أنا أضل أطمل في التصوير وأطلع وأنزل هيك في التصوير، فأنا صورت التكنيس وتعزيلها وترتيبها. زي ما انتم شايفين هيك يا جماعة، شايفين كوم الرمل هذا كل يوم يمكن 10 مرات بنكنسه. كل يوم كل شوية تكنيس، كل شوية تكنيس، كل شوية ترتيب. مش شايفين هاي اخذتلكوا جولة بعد ما رتبتها وكنستها. القرب، الحرامات، الفرشات، كل اشي في الخيمة، كل اشي في الخيمة. شنطنا، قلانا المية الحلوة زي ما انتم شايفين يا جماعة. حتى هذه كمان فتحة بين الخيمة عشان تمرقلنا هوا. وسلام. هاي الحين بدي اعمل لهم الفطور بعد ما نظفنا ورتبنا الفطور. وقولوا لي عليش زعلانه يا جماعه؟ والله زعلانه على البراد اللي وقع منه يعني وصار ينقط هيك وخرب خلص. فانجبرت احط في الطنجره هذا، عيرتها واجت عقد البراد بالضبط، ضلت نعمل فيها. الحمد لله على كل حال. الحين بجهز لهم الفطور. عاد قلت لهم ايش، قوموا من النوم. بقوا نايمين خلاص، قلت لهم قوموا عشان مرت عمهم اجت اخذت مني خرطت الفلافل بدها تخرط فلافل. يعني عاد هي متعودة تجيب لي وأجيب لها. يعني أنا بودي لها لما بعمل وهي إيش ما أجي إن شاء الله نعمل حاجة حلوة، نعمل إشي بنودي لبعض، بننساش بعض يعني بنطعم بعض. هي خيمتها في حدي يعني زي الخوات أنا وياها. سخنت علبة الفول زي ما انتم شايفين، وبعدين حطيت نتفة ملح صغيرة مش كتير، ما تكتروش على الفول ملح. وحطيت الفلفل الأخضر وهي شوية تومة، نص درس التومة نتفة يعني، ما تكتروش عقد الموجود عنده بحط، واللي مش موجود مش لازم يحط يا جماعة. خلص عادي، أنا بعمل هيك عشان ما عنديش أعمل ليمون أعمل دقة للفول، فبتلاقيني بدقه هيك مع بعضه عشان يطلع كله كامل متكامل مع بعضه زي ما انتو شايفين. وانا بعمل هيك والشو الكتال ورايا بدهم مش فلفل، بدهم شي بحرق. طب ما انا قمت اللي بحرق وقمت كله. مش عجبهم برضو ايش المشاكل وبش عجبهم اللي انا بعمله. زي ما انتم شايفين يا جماعة، اغراض دب الدنيا عليا يعني. الاغراض الله يخلي لكم اولادكم، يعني خلي كل واحد اولاد قولوا يا ربي. والله وانا بحب ابسط اولادي، بحب يعني ايش بدي اعمل ايش بدهم بعمل لهم. وهي الفول زي ما انتم شايفين لما انغلى، والشاي لما شفتوه انا عاد خلص في بساعدوني. الشاي لما انغلى وهذا اخذوه صفوه يعني في الترامس. ولادي اخذوه صفوه. كل واحد بيشتغل له شغلة، مش كله يعني عليا، في تعاون مع بعضنا. زي ما انتم شايفين هاي سخنت الفول خليتها تفور وتغلي. احسن لما تسخن علبة الفول بيطلع ايش الفول بطرى شوي. زي ما انتم شايفين هيك بندقه. الكل بيعرف يعني يسخن ويعمل الفول. هذا فول يعني أحسن. فيش هالحين بياعين فول. زمان كان قبل الوضع اللي احنا فيه كان في مطاعم وكان في نشتري. بس الحين المعلبات خلاص، اللي عنده معلبات بيعمل لأولاده. ما عندناش والله. هذه شريتها ب2 شيكل أنا العلبة يعني. ما كانش عندي فشريتها عشان الفلافل اللي تبعت لنا اياه مرت سلفتي، فانجبرت شريتها. يلا قلت يلا بنساعد بعضه. ضل ادق فيه لما انعم. وفي فول بيبقى جامد مجلد هيك بزبطش يعني مع الدق كمان قد ما تدق فيه على الفاضي. بس هذا الفول يعني الحمد لله طلع كويس، واعتمدت وصرت اشتري منه. يعني بشتري منه بالكميات، بشتري بال10 شيكل مثلا برميهن عندي. كل ما بدي بعمل، كل ما بدي اعوز لاولادي فطور عشاء بعمل لهم فول، بعمل لهم يعني. ما هي الفول هذا لازم الصبح زي هيك. وبعدين ايش، في اولادي بحبوش الطحنية عليها يعني، في بحبوش وفي بحبوا. عادي بدي اقيم له، انجبر اقيم له شوية على قده اللي بحبش الطحنية زي ما انتم شايفين. وبنبسطوا ما شاء الله يعني. انا بحب ابسطهم يكونوا مبسوطين، بحبش ازعل حدا.
زي ما تشوف حطيت شوية طحينية كمان عشان يتظبط صحن الفول، عشان يقبلوا طعم. الطحينية هي بتخلي الطعم للفول للحمص، بتعطيه طعم وبتعطيه يعني خلص سبحان الله بيختلف طعم الفول عن بدون طحينية، وطعمه بالطحينية بيختلف عن بعض، في له طعم وفي له يعني شو. بعدين ها شايفين كيف محلاه صحن فول مدمس على كيفكم، شايفين بشهي. صبحت اعملهم اياه. عندي جبنة كمان، بجهز لهم الصينية. فلفل أحمر حطيت لهم، هاي الفلافل بعتت وسلفتي، بعتت لي إياه. الله يخلي لها أولادها يا رب. والله احنا زي الخوات يعني، إن شاء الله يديم المحبة بيننا يا ربي وبين الجميع يا رب. كل واحدة تحب سلفتها وكل واحدة سلفتها تحبها. وهاي زعتر كمان. خلص ولادي متعودين انه يكون قدامهم اصناف كتير والله قبل الحرب يعني من قبل. خلص وهالدقة والزعتر عند الكل يعني، عند الكل الدقة والزعتر والفلفل الأحمر. يعني الفلفل الأحمر نص لوقية ب4 شيكل غالي. وبعد الفطور طبعا رحنا لإيش لحبة الغسيل هذا راحوا على البحر. بعد البحر في غسل أواعي، والأواعي هذه اللي بدها تنغسل بس بلاش يعني تطلع لها ريحة. وفيش عنا كهرباء نكمر الغسيلة تاني يوم، نقول ها لبكرة نخليه، لا فيش إمكانية غير نغسل يوم يوم. أنا واحدة من الناس بغسل يوم يوم يا جماعة عشان ما يتكاثرش علي الغسيل. وأنا على إيدي بغسل إلي سنة على إيدي أنا وغيري يعني كل الناس على إحنا وضع يعني في غزة على إيدينا بنغسل. زي ما انتم شايفين بضل هذا وإيدينا ما بنخلص غسيل لهن بيشات ومهريات. زي ما انتم شايفين انا بحط على الغسيل نقع، بحبش احط صابونة البح هذه بحسها بتزنخ الغسيل. فانا والله لقيت النقع شريتها ب10 شيكل، ب10 شيكل. قلت احسن ما اشتري صابونة البح هذه ب... يعني خلص سبحان الله بتقبلهاش ريحتها في الغسيل. يعني اشتري النقع الغالي ولا اغسل في البح. زي ما انتم شايفين هاي غسلت البشاكير تاعت البحر. بس راحوا ولادي وانبسطوا يومها الحمد لله. وعملي لنا فشار وعملي لنا شو اسمه شاي، وعملي كل حاجة وبزر أخذوا معاهم وفشار وكيفوا. خدهم أبوهم وراحوا على البحر. هذا خد كل واحد بشكير وعملوا لي كوم غسيل، ولسه كوم الغسيل اللي ضايل أوعيهم لسه. هذا بشاكير بس لحالن بغسلهن لحال قبل كل أي حاجة. والله حتى بشاكيرنا نهارن الهن سنة وفيش هالحين بشاكير ولا إشي. الهن سنة يا جماعة. وين بغسل برا الخيمة أنا مش في الخيمة يعني. كانوا مالين لي مية وأكسب الغسلات، أكسب الغسلات بعد إيش بعد ما غسلتهن وفي شي. وبهيك يا جماعة إن شاء الله بنرجع لكم فيديو جديد و... وروتين جديد إن شاء الله. وزي ما انتم شايفين بشرع ظهر الخيمة.